يا صباح الهنا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال يا رب. النهارده ان شاء الله بقى معانا فيديو هيعجبكم بإذن الله، فيديو لطيف خفيف سريع جميل. شوفوا بقى. الفيديو ده معايا بقاله الوقت حوالي شهر ونص كده، فانا كنت ناسياه خالص اصلا. فالنهارده انا بلعب كده في التليفون لقيته معايا، فقلت بقى ايه اما اعمله وامنتجه وانزله لكم. شوفوا. طبعا زي ما انتم شايفين احنا هنعمل فراخ ومكرونه. إحنا جِبنا الفراخ وطبعًا محتارين نعمل إيه. خلاص إحنا كلنا الطبيخ بقى وزهقنا فاهمين. كان نِفْسي أعمل معاه محشي أوي، الفراخ باموت فيها مع المحشي، بس ما كانش في عندي كرنب، فقُلت خلاص أحلى حاجة تتعمل إيه، المكرونة. طبعًا ده الشفشة القديم يا جماعة، بقى لنا شهر ونُص الفيديو ده والله أو يمكن أكتر كمان، فده الشفشة القديم. فخلاص بقى إن شاء الله إيه، نكمّل مع بعض بقى الفيديو ونشوف هنعمل إيه. بُصّوا بقى، الفراخ أنا باعملها اللي هي إيه، عقد واحد أو كتم أو كبس، ما أعرفش كل واحد بيقولها في بلده بأي طريقة. إحنا هنا بنقول عليها عقد واحد، في حد بيقول كتم عشان بتبقى عقد واحد يعني، وفي ناس بيقولوا كبس عشان برضه بتبقى عقد واحد. فهي هاعملها كده. المهم بقى زي ما أنتم شايفين كده عصرت الطماطم وحطيتها طبعًا على النار وجهزتها. هنا بقى إيه خلاص كنت شطفت الفرخة وغسلتها غسيل نضيف كويس جدًا، وحطيت بقى إيه المَيّة على النار كده تغلي، وإيه وهاحط بقى عليها الفرخة أهو. هاحط الفرخة، عايزة أقول لكم إن أنا باموت في الفراخ وهي متشوحة الأول كده، بتبقى الشوربة بتاعتها طعمها أحلى. بس البتاع الحلة دي باخاف الفراخ تلزق فيها، وأنا بقى يعني نسيت أعملها في التيفال أصلًا. يالّا المرّة الجاية، المرّة الجاية. هنا بقى زي ما أنتم شايفين بقى حطيت إيه، حطيت بصلة وفلفلة خضرا، ويعني واحدة فلفل أخضر، وحطيت إيه، كام واحدة ورق لوري كده، وحطيت حبهان، وحطيت مستكة. وحطيت طبعًا الملح. الملح أمّا بيتحط في الشوربة مع الفراخ مش مع اللحمة، مع الفراخ، الأول خالص بيبقى طعمها جميل أوي، بيخلّي الفراخ طعمها حلو. وعاوزة أقول لكم كمان إن أنا كنت ناقعة الفراخ بسكر على فكرة، ما نقعتوش بملح، نقعته بسكر. حطيت معلقة سكر علشان يخلّي طعم الفراخ حلو، هي مش بتبقى مسكرة ولا حاجة، بس طعمها بيبقى حلو، وبتبقى طرية. ما باحطش ملح أنا مع الفراخ إلا وهي إيه بتتطبخ بس. بعد كده بقى إيه أمّا اتسبكت خلاص بقى هنا الطماطم زي ما أنا أنتم حطيت شايفين إيه كده شوربة أنا فيها، حطيت الفراخ وحطيت تجهز زي ما أنتم معانا أهو شايفين تتسلق إيه معانا، وبعد كده عملت المكرونة. شوربة كده زي ما أنتم طبعًا شايفين، المكرونة بتموت في إيه، والطماطم بتموت كانت في اتسبكت الفلفل الأسود، تسبيكة حلوة وحطيت أوي. شوية بتاع اسمها 7 بهارات، وبُصّوا وسيكة كده كزبرة ناشفة، بتبقى طعمها حلو أوي. وحطيت طبعًا الملح، واللي عايز يحط مرقة دجاج يحط بتبقى رهيبة، بس أنا ما كانش عندي مرقة دجاج. هنا بقى خلاص كانت الفراخ استوت معانا، هاطلّعها من الفرن، وإيه والطماطم اللي أنا كنت شايلاها قدّامكم دي هاعمل بيها إيه، شوفوا بقى هاعمل بيها إيه. صلّوا بقى على شفيع الأمة كده عليه الصلاة والسلام. شوفوا هنعمل إيه، شوفوا جِبت الطماطم حطيت فيها فلفل أسود و7 بهارات وشوية ملح وحبّة خل، كده تبقى حكاية. عارفين ولو في بقى فص توم مفروم تبقى رهيبة، ولو في اسمه فلفل أخضر وقطعتوها كده عليها تبقى روعة بمعنى بُصّوا هتعدّي في حتّة تانية خالص الصراحة. فبعد كده بقى إيه، أنا باعملها كده على طول أصلًا، باعملها بالفلفل وفص التوم، بس مش عارفة أنا إيه اللي كان لامخني وما عملتهاش كده المرّة دي. المهم إيه، هنا بقى إيه، طبعًا زي ما أنتم شايفين بقى أجيب الطماطم اللي أنا كنت شايلاها الصلصة دي، واقوم رايحة إيه، دهنة بقى الفراخ، أهو زي ما أنتم شايفين كده. خلّصت بقى خلاص، هاعمل إيه، هادخّلها طبعًا الفرن، هنعلّي من فوق عادي خالص. إحنا مش بنطبخ الفراخ، الفرخة كده مسلوقة ومطبوخة وتمام، هي خلاص هي مستوية. إحنا هنشغّل بس الشواية من فوق وما تعلّوهاش أوي عشان ما تحرقش الفراخ، يعني تتحرق لو علّيتها أوي، أو ممكن تبقى إيه، تلهفها كده زي ما بيقولوا، يبقى طعمها مُر مش هتبقى حلوة، فما تعلّيش أوي النار من فوق. هنا بقى هاعمل إيه، هاحط فحماية على البوتاجاز عشان نعمل الفراخ، نفحّم كده الفراخ بقى وتبقى طعمها إيه، رهيب والله رهيب. هنا خلاص الطماطم كانت اسمها إيه، المكرونة كانت دخلت في السِوَى، قلّبتها زي الرز يا جماعة، زي الرز، تقلّبوها كده وتوطّوا عليها لمّا بتدخل في السِوَى كده، ولسه المَيّة فيها شوية صغنّنين خالص كده، تقوموا إيه، موطّين عليها خالص. هنا خلاص الفراخ كانت استوت معايا وبقت زي الفل أهو زي ما أنتم شايفين.
هعمل ايه بقى؟ هجيب حباء، هجيب بقى الفحم اهو دلوقتي وهحطها عليها اهو. نجيب بقى، شفتوا بقى، فحماية حلوة كده. وهعمل بقى الزيت اهو. طبعا حاطه الفحم على ورقة ورق حراري يا جماعة، مش حاطاه كده على الفراخ عشان ما تعملش، ما يقعش منها الاسود ده بتاع كده، وتيجي تاكلها تحس ان هي ايه، مقرقشة كده، يعني فيها حاجة كده مش حلوة. هنا خلاص كده زي ما انتوا شايفين الفراخ اللي اسمها ايه، المكرونة خلاص كانت استوت معانا. شوفوا بقى، رهيبة رهيبة رهيبة، تحفة، بموت فيها كده، بموت فيها غرقانة صلصة كده. بصوا هي على النار كده وغرقانة صلصة كده بالطز كده، طعمها حكاية. يا لهوي على الجمال، يا لهوي يا لهوي، قمر. وغرفت بقى زي ما انتم شايفين الشوربة كمان. والفراخ سبتها بقى ايه يعني اخر حاجة كده لحد ما الفحم يعني تشرب وتستنشق وتاكل من الفحم كده. خلاص كده تمام اهو، كده خلاص الحمد لله اكلنا خلاص. اسرع اكله في التاريخ بتعمل في ساعه، يعني في ثانيه الا ثانيه زي ما بيقولوا. شايفين الفراخ بتاع اللحمه عامله ازاي؟ مش الفراخ، اللحم. اسمه ايه؟ المكرونه. انا عيني على الفراخ. شايفين المكرونه عامله ازاي؟ شايفين بقى الصلصه اللي فيها دي؟ بموت فيها كده. ما بحبش المكرونه ناشفه، بحب المكرونه كده. طعمها بيبقى جميل. اولا هي مش معجنه على فكره زي ما انتم شايفين، هي مش معجنه بس لسه بقى محتفظه بالصلصه بتاعتها. طعمها بيبقى حكايه، وملحها بقى مظبوط وتمام يعني. طبعا كنت عامله مخلي الخيار، طلعته طبعا. الخيار ده اتاكل واتعمل عليه بعده 100 واحد اصلا. هنا بقى زي ما انتم شايفين، هنا بقى زي ما انتم شايفين كده الحمد لله كنا كلنا وشبعنا ولله الحمد. طبعا بقى ايه، فضيت بقى حبه الشوربه الباقيين كده في حله تانية صغيره، وباقي حبه مكرونه صغننين خالص هفضيهم دلوقتي برضو في حاجه. وهغسل بقى المواعين وهروق مطبخي واخليه زي الفل. زي ما انتم شايفين كده حبه المكرونه اللي باقيين. وطبعا المكرونه دي والله العظيم ما باتت اصلا. يعني بصوا بالليل كده، جوع الليل بقى يا جماعه، جوع الليل، انتوا مش تايهين يعني. إذا لم يكن هناك سندوتش آخر الليل فهناك مكرونة. ماشي. وأنا بعشق المكرونة. وبعدين المكرونة بعملها بطريقتي دي بتفضل محتفظة بالصلصة بتاعتها، بتفضل محتفظة بطعمها القمر كده لحد تاني يوم وتالت يوم، والله بتبقى جميلة. هنا بقى زي ما انتم شايفين غسلت المواعين و... وعملتها كده، سبتها تتصفى، كفتها كده سبتها تتصفى. والبوتاجاز كمان هغسله واخليه زي الفل دلوقتي. زي ما انتم شايفين هنا بقى ايه، هرص بقى المواعين زي ما انتم شايفين كده، هرص المواعين. وهنا ايه، بقول لكم انا جايبه صابون سائل يا جماعه، ما كانش عندي كان خلص، فبعت جبت بقى صابون سائل عشان اكمل الدنيا دي. خلاص هنا كده بقى ايه، هظبط دنيتنا وهروق مطبخي اهو، بقى زي الفل اهو. روقته كده زي ما انتم شايفين. هستنى بس اما الاكل يبرد وهدخله التلاجة. انا بحبش البوتاجاز يبات عليه اي حاجه الصراحه، عايزه الدنيا تبقى فل قدامي كده. وزي ما انتم شايفين بقى المطبخ بقى زي الفل اهو، وبقى تمام. هعمل ايه بقى يا جماعه؟ اخر حاجه بقى اعملها بقى الشاور. ما هو طبعا يعني مش معقولة بقى يعني فحم وطبيخ مش عارفة ايه، لا لازم شاور يا جماعة، لازم شاور. طبعا جهزت الترنج القمر ده اللي انا بموت فيه اصلا، بحبه قوي. وهاخد شاور بقى دلوقتي، وطلعت الفوطة دي والميك اب الخفيف بتاعي وحبة البرفان الخفيف بتاعي كده يعني. وخلاص وكده الليلة بتاعتنا تكون خلصت، واتمنى تعجبكم، واتمنى يعني اشوفكم على خير واقابلكم على خير. واشوفكم بقى في فيديو جديد، واتمنى يعجبكم باذن الله. ويلا تصبحوا على خير، سلام، باي.